هذا الركام اللي شايفينه تحته في بشر، تحته في ناس، تحته في صرخات أطفال، تحته في أنين عوائل، تحته في ناس لساتها عم تتنفس. يا جماعة لسه أهلنا عم يتنفسوا تحت هذا الركام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ طبعا كلنا متابعين الاحداث اللي بتحصل في سوريا وتركيا ولبنان والعراق، يا رب يكون في عونهم. ولسه لحد دلوقتي في ناس تحت الانقاض، وفي ناس بتطلب استغاثة، وفي ناس محبوسة تحت الارض. يا جماعة لازم كلنا نساعدهم على قد ما نقدر، وكل الشعوب تساعد سوريا وتركيا ولبنان والعراق، يا رب كده يخرجهم منها على خير. متخيلين يا جماعة لحد دلوقتي في ناس تحت الأرض بتطلب استغاثة، وفي ناس من غير أكل ولا شرب ولا مية؟ بجد يعني الموقف صعب جدا. فاحنا بنطالب كل الشعوب العربية تقف جنب يعني أشقائنا في سوريا ولبنان والعراق، وكمان اخواتنا في تركيا. لازم يا جماعة كل يقف جنبهم، وكلنا ندعمهم يعني من قلبنا كده، وعلى قد ما نقدر نساعد الناس دي. بجد يعني هم في موقف صعب جدا. ربنا يا رب يكون في عونهم. بجد في لحظة كده يا جماعة الحال يعني بيتغير لحال تاني. ربنا كده يغير حالنا من أسوأ حال لأحسن حال يا رب. طبعا في ناس كتيرة اتنبأت بالأحداث اللي كانت بتحصل أو لسه هتحصل الأيام اللي فاتت دي. قالوا دوران الحيوانات والطيور والأغنام لها علاقة باللي بيحصل دلوقتي. كمان علماء الفلك اتنبأوا باللي بيحصل دلوقتي، وكمان اتنبأوا بحاجات تانية كتير. يا رب كده يعني اللي جاي يبقى خير، ويبقى خير على الأمة الإسلامية، ويجي رمضان كده يلاقينا إن شاء الله في خير وسلام. احنا دلوقتي بنطلب من كل الشعوب العربية تقف جنب الشعب السوري والعراقي والشعب لبنان، وكمان اخواتنا في تركيا. وكمان يا جماعة احنا بنسأل على يعني حمدي ووفاء، طبعا هم مصريين وقاعدين في تركيا، فكمان احنا بنسأل عليهم. يا رب كده يعني يكتب لهم السلامة ويكونوا بخير، لانهم طبعا بقالهم فترة ما شفناش ليهم حاجة وما سمعناش اخبار عنهم. ولو حد يعرف عنهم حاجة او هم يعني بخير يطمنوا الناس، يطلعوا يقولوا للناس ان هم بخير. كمان بناشد كل الناس المحترمين ورجال الأعمال والفنانين إن هم يساعدوا إخواتهم في لبنان وتركيا وسوريا والعراق، لأن الموقف صعب جدا. قاعدين من غير غطا ومن غير أكل ولا شرب، وطبعا أكنهم قاعدين دلوقتي في صحراء. فلازم الكل يقف يا جماعة والكل يساعد. حتى احنا هنا في مصر كمان عندنا غلاء اسعار، اللحمة غالية والسمك غالي والفراخ غالية والبيض وكل حاجة. بس الحمد لله على اللي احنا فيه، يعني بالنسبة للي احنا شفناه ده بجد الحمد لله على اللي احنا فيه. بطالب كل رجال الاعمال والفنانين والناس يعني المحترمة تقف جنب اخواتها في سوريا، وكمان يقفوا كمان جنب يعني السوريين بالاكتر، لانهم عندهم حروب وبيعانوا بجد يعني، وعندهم اطفال وبرد، ولسه في ناس تحت الانقاض. فياريت كلنا كده نقف جنب اخواتنا السوريين بالاخص، والعراق ولبنان واخواتنا في تركيا. بس يا رب كده الفنانين ورجال الاعمال بجد يعني لازم يساعدوا بجد، لان الموقف صعب قوي يا جماعة. اخواتنا في السعودية والكويت اللي قادر على حاجة يعملها، اي معونات اي حاجة لاي رقم في اي بنك كده يدعموا الناس دي، لان بجد الموقف محرج جدا. والنهاردة طبعا زي ما احنا شفنا كلنا كانوا بيشيعوا جسامين اخواتنا اللي توفوا، ربنا يرحمهم يا رب برحمته. وتولينا احنا كمان هنا الشعب المصري، وتولى كل الشعوب اللي بتمر بأزمة، ودي أزمة عالمية وكمان اختبار من ربنا. فيا رب كده طلعنا منها على خير. تعالوا بقى كده نشوف ايه اللي حصل في الدنيا ونتفرج كده مع بعض، ونطلب من ربنا كده يعفو عنا ويغفر لنا. اللهم امين يا رب العالمين. شوف الدمار من كبر. في اطفال عم يسالوكم انتم ليش تركتونا وحدنا؟ ليش ما تحركتوا؟ ليش ما حركتوا حكوماتكم لانه تتحرك لاجلنا؟ ليش خليتوا المعبر الوحيد اللي هو معبر باب الهواء اللي هو المتنفس الوحيد انه يتسكر؟ ليش عم تخنقونا؟ ليش ما بتعاملوا معنا كبشر؟ ليش ما بتعاملوا انه احنا بشر مثلنا مثلكم؟ تخيل طفلك، سامحني على التخيل، على طلبك، تخيل طفلك تحت هذا الركام وانت قاعد هون صافين. ايش طالع في ايدك؟ ايش بدك تقول؟
لمين بدك توجه رسالتك؟ الله عز وجل ابتلانا اليوم، ممكن يبتليكم بكره، ليش تركتونا لوحدنا؟ لسه لحد الان في ناس عايشه تحت هذا الركام، لسه في ناس تحت هذه الانقاض قادرين ان احنا ننقذها. يا جماعه لا تتركونا وحدنا. Vai ficar tudo bem, meu! Vai ficar tudo bem, meu! Evet. Allah! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Annem girebilir. Allah'ım yardım et.